هاي انت تعبت من اهتمام الناس بحجاب حلا شيحة وفستان رانيا يوسف اكتر من مشاكلك انت اللي بالكوم. الحلقة دي عشانك. كان يا مكان يا سعد يا اكرام، ولا يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان في بلد عظيم ذو تاريخ مفتخر عانى من مشاكل جمة اقتصادية واجتماعية وسياسية وتعليم مترد ومرافق منهارة، فقرر الشعب انه لا مفر من ثورة على كل المفسدين الذين اوصلوه لتلك الحال. كان متوقع بقى بعد ده كله ان الناس تفوق لمصالحها وتحارب علشان تعوض اللي فاتها، ولكن لما نزل زويل يقول لهم دولة مدنية. مدنية يعني ايه؟ يعني امك ما تلبسش حجاب. المواقع الإباحية ايه بالظبط؟ ممكن يبقى واحد بيشرب خمر يبقى رئيس مصر. قاعد في الاجزخانه ما بيقراش لي في كتاب عن الدواء، في مرجع عن الدواء. بكى وقال يا شيخ عرضي كان مستورا لمدة 12 سنة. طبعا البطانة اترفعت. كل بقى الهمجية والهجص اللي مكمل معانا لحد دلوقتي في صورة ترندات، كل ترند احقر من اللي قبله، ده ما بيحصلش عبثا كده، ده نتاج لشكل من السياسة معروف عالميا اسمه الايدنتيتي بوليتكس او سياسات الهوية، ومعناها ان الاساس اللي حضرتك بتمارس منه العمل العام هو الدفاع عن فئة من الناس انت شايفها مظلومة، الستات بقى، السود، اليهود، المسيحيين، العمال، الفقراء، او حتى تبني هوية انت شايف ان هي الاصلح، مثلا الاسلام السياسي، العلمانية، اي حاجة. خناقة الهوية دي بالذات لو خدت سكة البلد بتاعت مين ممكن تعمل عوق جامد جدا حتى في المجتمعات المستقرة. يعني انا لو كنت زمان قلت لك ان امريكا هيظهر فيها مجموعة من الحوش يحاولوا يغيروا نتائج الانتخابات بالقوة ما كنتش هتصدقني، ولكن جزء اساسي في الخناقة دي هي خناقة البلد دي بتاعت مين. هل هتفضل امريكا متعددة الاعراق والثقافات، ولا هترجع تاني بتاعت الرجل الابيض بس؟ ولكن ما ننكرش طبعا ان المسخرة عندنا اكبر بكتير وعرض مستمر ما بيقفش. فليه المسخرة دي بتحصل؟ ده اللي ان شاء الله هنتكلم فيه في الحلقة دي. ومبدئيا هما سببين. اولا ان وجود حياة سياسية واحزاب بجد هو اللي بيفرمل الكلام ده، لان الناس ساعتها بتتخانق وتطقش في بعض بس على خطط وبرامج. فظاهريا هما بيطقشوا في بعض انما عمليا هما متفقين على تحقيق الصالح العام. فالخناقات العبثية والعبيطة مش بتختفي ولكن بتقل كتير. طيب ما احنا عندنا بعد الثورة طلع يجي 20 حزب وكلهم اتكلموا في خطط ومشاريع اللهم صل على النبي، يعني حاجة تشرح القلب. لا، ما هي العبرة مش بالبرامج بس. لو على البرامج انا اخش اعمل سيرش على جوجل دلوقتي واطلع لك ببرنامج زي الفل، لان انا نفسي اعمل في مصر سيليكون فالي وههتم بالتعليم والتجربة الماليزية والنمور الاسيوية. اللي بيفرق الحزب السياسي عن التوك شو، عن الجمعية الخيرية، عن نادي ارامل ومطلقات الكربة هو الايديولوجي. للاسف من ساعة ما الرئيس عبد الناصر قرر ان هو يجيب دوره في الاحزاب، واحنا عندنا ثقافة معادية للاحزاب. يعني لو واحد عايز يثبت لك حسن نيته يقول لك ايه، لا انا مش عضو في اي جماعة ولا حزب. طب ما تبقى عضو يا عم. في مشهد خزعبلي كده من فيلم ضد الحكومة ان هو بيقول له انا صحفي ومن حزب وممكن نساعدك، فراح طرده وشتمه بالام. ليه يا حبيب؟ وبالتالي كل المصطلحات المرتبطة بالاحزاب اغلب الناس ما تعرفهاش. الايديولوجي يا سيدي ببساطة حضرتك لما بتشوف الانتخابات اللي بتحصل بره تسمع كلمة ايه؟ الاحزاب اليمينية والاحزاب اليسارية. هي دي الايديولوجي، اليمين واليسار. طبعا ده موضوع كبير قوي وفي اللي يتكلم فيه احسن مني وليه تفريعات كتير، ولكن باختصار اليمين من منطلق ادي العيش لخبازه بيشوفوا ان المستثمرين هم اللي المفروض يمشوا الاقتصاد ويديروا كل حاجة، منها احيانا المرافق العامة زي المواصلات. الحكومة ما تنفذهمش، يا دوبك تطلع قوانين تساعد المستثمرين دول زي ان هي تقلل عليهم الضرائب مثلا، وما تدعمش اي خدمة بتقدمها وتصرف بس على المحتاجين قوي، وان بالطريقة دي هتتقدم لك خدمات نظيفة ووظائف كويسة بفلوس كتير والحياة يعني هتزهزه معاك. اليسار من منطلق بقى ان غاب القط العب يا فار، فبيشوف ان المستثمرين دول لو انطلقوا كده هيشتغلوا لصالحهم على حساب صالح الناس، وبالتالي لازم القطاع العام يبقى له دور قوي ويقدم خدمات والحكومة تدعمها على قد ما تقدر وتفرض ضرائب تكب بيها من المليان على الفاضي. دي الخطوط العامة اللي الناخب بيختار منها واللي من غيرها اي مشروع هتتكلم فيه مش هيختلف عن موضوع الانشاء بتاع تالتة اعدادي. بعد ما حضرتك بقى توضح الحزب بتاعك واخد السكة دي ولا السكة دي، اتكلم في الهوية زي ما انت عايز. يعني بره عندهم خناقات في المواضيع الاجتماعية دي شبه خناقاتنا شوية، مثلا على قوانين الإجهاض. الأحزاب اليمينية
عادة بتستميل الناخب المتدين الكمل، وبالتالي بترفض قوانين إتاحة الإجهاض. الأحزاب اليسارية شايفة لا، كل واحد حر، وبالتالي بتأيد الإجهاض. والطرفين بيتقشوا في بعض على طول، بس بعد ما يكونوا عملوا شغلهم الأساسي، وبالتالي الخناقة دي بتاخد حجمها الطبيعي، ما بتبلعش عيشتهم. إنما هنا إحنا ما نعرفش مثلا عن الاقتصاد الإسلامي من وإحنا أطفال حلوين كده غير الحاجات الحرام زي الربا مثلا، وده مهم جدا طبعا لأن هو جزء من الشريعة اللي حضرتك مترشح على أساسها. ولكن برضه أنت ما وضحتليش الاقتصاد الإسلامي ده من وجهة نظرك المفروض الحكومة فيه يبقى دورها إيه والمستثمرين دورهم إيه؟ هتقلل الضرايب ولا هتزودها؟ هترفع الدعم ولا هتشيل الدعم؟ والعلمانيين ما بيقبوش غير لو فيلم اتمنع ولا رواية صدرت، ودي مواضيع مهمة جدا برضه. ولكن برضه العلمانية فيها مواضيع تانية مهمة كتير حضرتك ما وضحتليش، يعني الدولة تمشي ازاي على السكة دي ولا السكة دي. ده غير ان من ضمن تاتشات اللامعقوليزم المصري اللي احنا بنتميز بيها، يعني ان كل الاحزاب اللي طلعت بعد الثورة مفيش حد فيهم اتكلم خالص في قصة الايديولوجية دي، وبقت نقطة قوتها عند الناس بس ان وجدت. يعني هي الايدنتيتي برضو، دول مع الثورة، دول فلول، دول بتوع ربنا ومتدينين. الناس حتى ما عرفتش اسماء الاحزاب دي ايه، كانت بتتعرف باسماء اصحابها، يعني ده حزب البرادعي، ده بتاع ساويرس. فالناس معذورة ان هي تتخانق الخناقات بتاعت انت كلجي وانت خاين وانت فلول وانت علماني كافر وانت ارهابي، لان مفيش صراعات سياسية محترمة من اللي موجودة في اي حتة علشان يتناقشوا فيها. انا هسيبكم تحسوا الفرق. I have proposed a 2-cent wealth tax on the top 1/10 of 1% in this country. Cancel student loan debt for 95% of the folks who've got it. As part of my proposal that we will put $2 trillion into investing in our HBCUs for teachers, because if a black child has a black teacher before the end of 3rd grade, they are 13% more likely to go to college. نحن تركنا سنة لضغط الغرب فقط. منظمة الصحة العالمية WHO عندما يخالفها ترامب أو عندما تخالفها أمريكا أو عندما تخالفها الدراسات الألمانية أو الدراسات الطبية التي تتغير يوما بعد يوم. ختان الإناث يضر ولا يسر. ولكن للأسف يعني الأسئلة بتاعة دور الحكومة ودور القطاع الخاص وإزاي إن أنت توازن ما بين جذب المستثمرين والعدالة الاجتماعية، دي مواضيع صعبة، يعني مشاكلها كتير ولايكاتها قليلة، وفي ناس ما تعرفش أساسا إن هي موجودة. محدش هيجي يقولك على فكرة أنا حقير، أنا عديم الكفاءة، أنا لايص. لا، هم هيتشطروا في اللي بيفهموا فيه واللي يقدروا عليه واللي المجتمع ما بيسترجلش غير فيه. الستات، مين تلبس ومين تقلع ومين ترقص ومين تتطلق ومين تتجوز، وعلى المعسكر الآخر ادعاء التنوير وتجديد الخطاب الديني. سيادتك لو دورت ورا أي نائب من اللي عملوا فيها 7 رجاله في بعض على فيلم منى زكي مش هتلاقيه طلع تشريع واحد يخدم الناس. بلد سايبة الجيوش والمماليك ومشاكل الطبقة المتوسطة والتعليم المنهار والصحة وشغلة نفسها بالستات ولبسهم ورقصهم وبتاع. سوري يعني، دي سياسة أمك دي. انتوا متهمين باستدراج هذا الشعب الساذج ورا مواضيع ما بتعودش عليه بأي حاجة. انتوا عارفين يا جماعة في كام عرة اشتهر على حس الحاجات دي؟ لا وايه، فولورز عندي انا عايزيني ارد على كلام مذيعة من اللي اشتهروا بالطريقة الحقيرة دي. لا، ما انا ابويا معلمنيش ببلاش علشان في الاخر ارد على دي. طولنا احنا قوي في السبب الاولاني بتاع غياب الايديولوجي، تلاقيكم نسيتوا ان كان في سبب تاني. ايه السبب التاني؟ لازم الناس تبقى فاهمة وهي بتدافع عن حقوق المرأة او حرية العقيدة او حرية الابداع ان الحاجات دي كلها جزء من مجتمع بحاله، فحالها مش هيتعادل الا لو اتعادل حال المجتمع. المثقفين المصريين زمان على امتداد السنين كانوا فاهمين الحكايه دي، فكان في قضيه عامه كبيره وهي التمدن، وكل واحد بيشتغل على ملف بقى. في اللي بيحارب علشان يبقى فيه ديمقراطيه وبرلمان ودستور زي سعد زغلول ومصطفى النحاس ومكرم عبيد. في اللي بيشتغل على ملف المراه زي هدى شعراوي وقاسم امين. في اللي مهتم بتطوير المؤسسات الدينيه زي الشيخ محمد عبده وتلامذته الشيخ مصطفى المراغي وغيرهم. والكل مهتم بالتعليم والكل مهتم بالاستقلال. فالبلد كانت بتطلع لقدام، كل واحد بيزق في اتجاه. انما قصه ان انا اتكلم في مشاكل الستات بس او في التطرف بس، اوكي هي مواضيع مهمه جدا وحققنا حاجات مهمه كتير في قصص التحرش مثلا، ولكن النتيجه هتبقى محدوده جدا مقارنه باللي نقدر نحققه لو حال المجتمع كله انصلح. مثلا لما بنقول ان التحرش ده انتهاك للادميه وبالتالي المتحرش ده لازم يتحبس، احنا بنكلم ناس ادميتها متداسه اساسا، فطبيعي ما بيفهمكش. يعني طيب نجيب لك برستيج غيره وشوفي بيتباع فين وسيبي الواد يروح، يعني ما حصلش حاجه. هو مش فاهمك، هو ما يعرفش ادميه يعني ايه. فمن الاخر لو عايزين البلد بجد تنضف من التفاهات ونبتدي بقى ايه نلتفت لاكل عيشنا كده، لازم نعرف ان الاحزاب السياسيه الحقيقيه
الحقيقية ضرورة زيها زي المحاكم والوزارات وأي مؤسسات تانية. لازم ما تسمحوش لأي حد عايز يشتهر يا جماعة يجرجركوا لأي هبل. لو حد عايز يعمل الترند نزله من عليه، قول له لا تعالى بس ما تاخدنيش في دوكا، يعني اللي انت بتتكلم فيه ده هيفيدني، هيخش جيبي، هيخلق وظايف لولادي، مش هيحقق لي مصلحة، لا يا حن نتكل على الله. شكرا يا جماعة، يا ريت ما تنسوش سبسكرايب ولايك وشير، ومستنيه اراكم في الكومنتس. شكرا، باي باي.